السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا مناسبة شهر رمضان الكريم. اللهم انصر اهلنا في فلسطين انك ولي ذلك والقادر عليه. النهارده بقى افرز معاكم كرنب بطريقة تحفة. انسي بقى كل مشاكل الكرنب اللي كانت بتقابلك قبل كده. الطريقة دي ان شاء الله اوعدك ولا هيجلد ولا هيغمق ولا اي حاجة خالص. هتطلعيه من الديب فريزر اكنك لسه مفرزاه حالا. دي طريقتي اللي انا معتمداها. وانسي بقى اي طرق، انسي بقى الملح والكمون والحاجات اللي كنا بنعملها قبل كده. دي طرق قديمة خلاص ننساها. دي افضل طريقة ان شاء الله. ان شاء الله مضمونة ب100%. انا جايبه كرنبايه بلدي. الكرنب البلدي قرب يختفي خلاص من السوق، هو شويه ومش هتلاقيه، هيطلع بداله شويه كده الكرنب الصيفي اللي هي بتبقى راسه مدفوسه وقصيره، ده ما بحبوش بصراحه. انا السيزون اللي فات فرست معاكم كرنب كتير جدا وقعد عندي كتير ما جرالوش اي حاجه، بس زهقنا منه. خاصه ان هنا بيحبوش الكرنب خالص، بيحبوا ورق العنب والبتنجان. فانا هزحم الفريزر على ايه؟ هملى الفريزر كرنب فيه حاجات تانية عايزه افرزها. فرزت قبل كده كرنبايه، ودي كرنبايه ده كده حلو جدا يعني، عشان يبقى عندي مكان اقدر احط حاجات تانية. طبعا الكرنبايه دي بلدي وجميله، ووريتها لكم في فيديو المشتريات وقلت لكم ان هي بلدي ومش مكتومه، ورقها مفرغ وحلو. هقطعها معاكم واحده واحده وهقول لكم، بحيث لو في اي واحده بنت مبتدئه لسه جديده في المطبخ مش عارفه تعمل الكرنب ازاي، ان شاء الله هتستفيد من الفيديو وتعمل الحاجه صح. تمام. هقطع الورق كده واحده واحده. الاول فصلته عن الكرنبايه وهبتدي اقطعه واحده واحده كده. هشيل كل العروق دي ملهاش لازمه، طبعا ده كله بيترمى، في ناس بتخلله بس انا برميه بصراحه. وبقطع الورق بالشكل ده. تمام. كل الكرنبايه انا بحب اعمل كده، لما بفصل العروق دي بقطع الورقه على 2. ماشي. هقولك حاجه كمان، لما تيجي تسلقي الكرنب هتلاقي ورق تخين شويه ورق رقيق. طبعا التسويه بتختلف، التخين بتسيبيه يمن اللي بتلاقي فيه ورق كده زي سميك شويه او فيه عروق، ده بياخد شويه سوا سنه بسيطه عن الورق اللي هو ايه بيبقى رقيق قوي. هنحط ايه بقى في ميه طبعا الحله فيها ميه بتغلي، هحط فيها معلقه كبيره سكر ونص كوبايه لبن. ما تستغربيش، جربي بس وقوليلي. والله والله على ضمانتي 100%. معلقه كبيره سكر ونص كوبايه لبن. زمان لما كنا بنسلق الكرنب بالملح وبالكمون كان ريحه الشقه كلها تفضل ريحتها كرنب، اللي داخل واللي طالع يقولك ايه ده، في ريحه مش حلوه، انت بتسلقي كرنب، انت بتسلقي قرنبيط. طب وليه؟ لا، في الطريقه دي بقى مفيش اي ريحه نهائيا، غير ان انت لما تيجي ان شاء الله تحشيه وتاكليه تحسي ان الكرنب مسكر. هو المعلقه السكر مش حاجه، مش هتدي طعم، بس هو فعلا بتخلي طعم الكرنب تحفه. الحمد لله انا مشهوره بالمحشي بتاعي وجمال المحشي بتاعي. تمام. حاطه بقى حله مصفى جنب الحله وتحتها طبق. اطلع من الحله اللي سلقت فيها، ما تطوليش عليه، يا دوبك الورق يدبل وهتطلعيه من المصفى، ما تسيبوهوش، هو اصلا ما بياخدش وقت، مجرد ان هو بيدبل وانا واقفه جنبه بطلع واحط في المصفى. تمام. خلي بالك بيبقى فيه ورق رقيق قوي، ما تطوليش عليه في السوا. خدته بقى ايه تحت الحنفيه كده ميه ساقعه جدا متلجه، وهبتدي اشطف الورق كويس جدا، منها ما يكملش سوا، ومنها ان كمان لو في طعم لبن او حاجه، بس اصلا نص كوبايه اللبن مش هتاثر يعني. شطفته كويس جدا بميه بارده وهسيبه بقى. هنقله بقى، هفضيه. انا فضيته يعني الكميه دي كلها حطيتها في مصفتين عشان ينزل كل الميه اللي فيه. بوريكم الورق قد ايه مش مهري، وكل ورقه ماسكه نفسها ولا ورقه اتقطعت مني، حتى الرقيق وريتهولكم ما اتقطعش مني ولا اي حاجه. انا نقلته في مصفى تانية مع مصفى دي وسبته كده قد ساعتين، الجو برد مش هيجراله حاجة عشان يصفي اي مية فيه نهائي. بعد ما صفى اي مية فيه هبتدي اقطع بقى. هشوف بقى الورق اللي كان كبير ده هبتدي اقطعه على حسب حجم المحشية اللي انا بعملها. طبعا عايزين نعمل محشي حلو وسمبتك وصغنن كده. تمام. هقولك انا بقطعه ازاي برضو. بصي بقى، بتيجي امسكي ورقة ورقة، اقعدي كده وهدي نفسك واقعدي على الكرسي والترابيزه قدامك واشتغلي. ابتدي بقى قطعيه كل قطعه على قد صباع المحشي بالظبط اللي انت حباه، وكل ما يكون صغير كل ما يكون احسن. تمام. طبعا هو مصفي ميته ومسلوق ما فيهوش اي حاجه. هبتدي اقطعه كويس، وبعد كده ايه بقى؟ بعد كده هبتدي اعبيه. بعد ما اقطعه كويس هبتدي اعبيه. لو صدفك كده وانت بتقطعي ورقه فيها عرق ولا حاجه طبعا اقطعيه، ما احناش عايزينه. بالنسبه للتفريز هتفرزيه بقى في علب، في اكياس تلاجة نظيفه زي ما انت عايزه.
بصي حتى الورق الرقيق انا بوريهولك ازاي، مفيش ولا ورقه اتقطع. طبعا الرقيق ده قوي مش هتطولي عليه في السوا، مجرد ان انت بتسقطيه في الميه يا دوبك يدبل وبتطلعيه. ده الورقه دي مثلا هتلاقيها في عروق تخينه شويه، دي بتسيبيها مثلا دقيقه في الميه، النار تكون عاليه والميه بتغلي، وانت بتحطي ده وبتشيلي ده، او بتشيلي ده وبتحطي ده، بتحطي دور وتطلعيه وتروحي حاطه اللي بعديه، كل ده والنار عاليه وانت واقفه جنبها ما بتسيبهاش وبتمشي. انا بسيبوش وبمشي خالص، حتى لو باب خبط لو حصل اي حاجه ما بسيبوش وبمشي، هو النار عاليه شغاله وانا واقفه بشيل دور وبحط دور لحد ما اخلص الكميه كلها. الطريقه دي تنفع مع اي كميه كرنب انت عايزه تعمليها. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه بقى.